لما تبقى كيس الكيكة توصل ل5 جنيه، وكمان قطعة الجاتوه ب20 جنيه. انا هخليكي النهاردة تعملي 12 قطعة جاتوه بأقل التكلفة، وكمان بكوباية دقيق واحدة، مش هتكلفك كتير. وبالنسبة طبعا للكيكات اللي احنا مقاطعينها وما بنجيبهاش، فطبعا ديت هتبقى حلوة جدا تعمليها في البيت للاولاد بنظافة وهتعجبك جدا. هنا بقى معانا كوباية من الدقيق منخولة، حطينا عليها معلقة من البيكنج باودر، وكمان رشة من الملح. هنا بقى معانا نص كوباية من الكاكاو. الكاكاو هنا خام، يعني كاكاو غامق على فاتح، ده اللي كان متاح عندي. وحطيت كمان كوباية من السكر البودر، وهنا كوباية الا ربع من اللبن. شلت الربع كوباية كده على جنب، هنقول لكم هنعمل بيها ايه دلوقتي. هنضرب هنا القوام بتاعنا كويس جدا لغاية ما يتقل معانا. وهنا معانا الزيت، بس الزيت ما يبقاش بتاع التومين، زيت يبقى النضيف اللي هو بيتباع بره. هننزله كده بالتدريج زي ما انتم شايفين لغاية ما القوام يتقل معانا. ولو احتاجت اكتر من كوباية زيت ممكن تحطوا شوية كمان على حسب ما القوام يتقل معاكم زي كده بالظبط. طبعا هنا حصل معايا مفاجأة وهقول لكم عليها دلوقتي ايه اللي حصل معايا، بجد هتتفاجئوا. هنا خدنا بقى ايه من الشوكولاته دي كوبايه الا ربع كده، وهنحطها كده في التلاجة تتماسك معانا. هنا حطينا حبايتين من البيض، وبعد كده هنبدأ ان احنا هنحط رشه كده من الفانيليا، وحطينا بقيه اللبن اللي هي ربع كوبايه اللبن، وهنضربهم بقى كويس جدا. وبعد كده هنحطهم بقى على كوبايه الدقيق اللي احنا حاطين عليها البيكنج باودر ورشه الملح. وهنا طبعا المفاجاه بتاعتنا ان طبعا الفيديو يعني التليفون هنا عملها معايا ومسح الحته ديت. يعني ادعولي كده بقى ان ربنا يكرمني واجيب تليفون، لان بجد تعبني جدا وبصور بيه بالعافيه. هنا بقى ايه، طبعا الكيكه زي ما انتم شايفين كده طالعه معانا في منتهى الجمال. طبعا احنا بعد ما الخليط اللي احنا ضربناه في الكب او الخلاط هنحطه على كوبايه الدقيق والبيكنج باودر ورشه الملح. طبعا هنقلبهم بقى، وبعد كده هنروح حاطينهم في الصينيه ومدخلينهم بقى الفرن على درجه حراره 180، والفرن يبقى ساخن قبليها عشان خاطر الكيكه تطلع معاكم حلوه. وزي ما انتم شايفين هنا بقى ايه، جبت الشوكولاته اللي احنا كنا حاطينها في التلاجة تتماسك معانا، طلعتها وبدات ان انا ازين بيها بالشكل اللي انتم شايفينه. شايفين لونها وشكلها تحفه جدا. حطيتها في التلاجة تتماسك معانا عشان اقدر ان انا اقطعها. وهنا هيطلع لي 12 قطعه جاتوه، وهنقطعهم زي ما انتم نقطعها زي ما انتم شايفين كده بالظبط. عايزه اقول لكم ممكن تسيبوها كده عادي من غير تزيين ولا اي حاجه، وهتبقى طعمها برضو تحفه جدا. قطعتها 12 قطعه، وهنا زينتها بقى ايه بالشوكولاته كانت عندي مبشوره وفارماسي وسوداني، يعني ايه حاجه كده ايه للاولاد يفرحوا بيها. عايزه اقول لكم بجد تحفه جدا. شايفين القطعه ما شاء الله كبيره وحلوه، وكمان طعمها في منتهى الجمال، بجد روعه روعه، مش قادره اقول لكم على جمالها. الشوكولاته عامله زي النوتيلا فيها بالظبط، وبجد تحفه جدا. اتمنى لو وصلتوا لغايه هنا وعجبكم فكرتنا، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وتقولوا لنا ايه رايكم في الفكره بتاعتنا.